الزمالك يتم إيقاف قيده للمرة السادسة بمعدل كده. احنا معانا 3 فترات إيقاف قيد، قصدي 3 سنين إيقاف قيد، 6 فترات ب3 سنين. اللهم صل على النبي. يعني احنا وصلنا لمرحلة من العبث الحياتي في حياتنا غير طبيعية. وانا محتاج افهم برضو نقطة مهمة. نادي الزمالك رايح فين؟ يعني هو كده خلاص الزمالك ده انتهى خلاص. طب تمام، اخطاء مين بقى؟ اخطاء مجالس الادارات. طب فين مجالس الادارات دي من الحسابات؟ يعني ليه مش بنحاسب اصلا مجلس الادارة الفاشل ده؟ هو سؤال اهو، سؤال سهل وبسيط، بس مين يجاوب عليه؟ مين يحاسب مجالس الإدارات الفاشلة على مر آخر 20 سنة؟ مثلا من 2005 لحد 2025، 20 سنة نادي الزمالك يتم فيه إهدار مال عام، يتم فيه تلاعب بالسندات، يتم فيه مشاكل، إيقاف قيد. مفيش نادي في العالم كده. امبارح، امبارح صلاح مصدق، امبارح عبد الحميد معالي، النهارده بيقول لك محمود بنتايج. والمشكله برضو النقطه الاهم ان يطلع ناس من الجمهور يقول لك ايه؟ باعنا ابن الجزمه. باعنا ايه؟ باعنا ايه؟ هو هيعمل يعني، هو المفروض ان لعيب الكوره ده يعني يشتغل ببلاش لصالحنا؟ لعيب الكوره ده يشتغل كده من غير ولله للوطن؟ ولا اصل انا لعيب كوره مغربي ولا تونسي ولا من اي داهيه؟ لعيب كوره من انهي داهيه؟ اللعيب ده سايب بلده وحاله وماله وجاي متغرب في اخر بلاد المسلمين عشان خاطر يتنيل يلعب كوره وياخد فلوس. انت ما بتديهوش فلوس، عايز يعمل لك ايه؟ انا بحاول افهم بس النقطه دي. انت ما بتديهوش فلوس، عايزه يعمل لك ايه؟ يدفع لك من جيبه؟ يصرف هو على بقية زمايله؟ لا. فحضرتك دلوقتي انت اللي وصلت نفسك للمرحلة دي. انا كجمهور مش ملزم ان انا اقعد افكر بقى ده فلان مشي، ده فلان قعد، ده فلان راح، ده فلان ده اصل طيارة فلان طلعت، اصل العلان، اصل ستوري، اصل ستيتس، اصل مش عارف. لا، انا مش ملزم بده. انا راجل بشجع فرقة، تكسب انا معاها، بس تخسر هحس ان في ظروف عادية، ان انت موفر لي كفرقة ظروف عادية اشتغل عليها.